بالتأكيد نبارك لإدارة وجماهير الفريق الشبابي بمناسبة حصولهم على هذا الكأس الغالي. يقف بجانبي الأستاذ طارق نوفل مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب. ورحب فيك أبو محمد، قاعد أتكلم بالجوال. يعطيك العافية أبو محمد. نرفع الكأس شوي. نبارك لكم طبعا تحقيقكم كأس خادم الحرمين الشريفين، مباراة لم تكن صعبة بالنسبة للفريق الشبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. مباراة كانت جميلة جدا من الناحية الفنية، كل استمتع، كل من أراد أن يرى كرة جميلة، كرة حديثة، شاهدها من جانب واحد اللي هو من طرف نادي الشباب. وهذا الشيء يعني يبهجنا، وأنا كنت متأكد من هذا الشيء، لكن الحمد لله كنت أنا متوقع ويعني متأمل من الفريق. جميل. خلينا نتكلم عن المباراة، مع أني ما أحب أخوض في الأمور الفنية خصوصا أنكم في وقت فرحة، لكن يعني اللي شاف المباراة كان يتوقع أنه يظهر الفريقين بمستوى أكثر وتميز طبعا من ما شاهدناه، وكان يكون في تحدي ما بين الفريقين، خصوصا في الأيام الماضية شاهدنا هناك تحديات ما بين الفريق الأهلي والشباب، لكن ما شاهدناه في تلك المباراة كان تقريبا من طرف واحد وهو الفريق الشبابي. يعني اسأل الجانب الأهلاوي، طيب ليش ما ظهروا؟ أنا هذا اللي رد عليك. شو أقول؟ يعني إحنا الشباب ظهر بأجمل حلة، فيعني العلة ما توقع من الشباب حاول وجاهد ولعب مباريات النهائية بكل اقتدار. اعتقد انه لا يسأل الشباب عن سبب مثلا عن نزول مستوى الطرف الاخر، يسأل الطرف الاخر. طيب نتكلم عن اولويات مهمة حققتوها في هذه المباراة. اعدد لك الاولويات ولا شو اقول لك يعني بالضبط تبي؟ مهمة بالنسبة لك؟ مهمة جدا، اصلا مو مهمة بقدر ما هي هذا يعني عشق كل شبابي. اولويات الشبابية دائما معروفة. تتحدث عن كل شيء حدث في الملعب اولوي يسجل باسم الشباب كان ايجابي. تتحدث عن اول من سجل هدف، اول سعودي سجل هدف، اول مدرب وطني يحقق الكاس، اول من ادى التمارين. الاولويات الحقيقيه كانت بيد الشباب، تركنا باقي الاولويات اللي انا اشوفها ما هي الايجابيه لغيرنا. جميل. نتكلم عن المستوى الفني اللي ظهر فيه الفريق الشبابي هذا الموسم من خلال الدوري. لم يقدم نفسه بشكل اكثر تميزا مثل ما شاهدنا الفريق الشبابي في المواسم الماضيه. الكثير كان يتوقع من الممكن ان يخرج الفريق الشبابي بدون ان يحرز اي بطوله، لكن انتم في كاس الملك وفي البطوله الاسيويه وهي البطولات اللي كانت في اخر الموسم حققتوا انفسكم بشكل مميز جدا. كيفك ثقيل يعني؟ تعال لا صبر لا الكاس. طيب تبي جنبك يعني؟ لا اسلم. يعني شوف الشباب لم يظهر هذا الموسم بمظهر ايجابي بشكل كبير جدا. كل هذا الشيء نتفق عليه، ولكن الشباب عاد بعد ما كان هناك واقعيه وعقلانيه في الاداء الفني، مع اني ما احب اتكلم في الامور الفنيه، لكن ما ان الشباب يعني لعب بطريقته وبوفق امكانيات لاعبينه. الا شوف انتصر، انت تتكلم عن مين؟ تتكلم عن متصدر، عن وصيف، تتكلم عن حتى المركز الثالث، كله اقسام من بطوله كاس الملك، بطوله اسيويه. الفريق الايراني رايح جاي، نتحدث عن يعني حتى الفريق الوحيد اللي استطاع يعني يكسبنا في مباراه الذهاب اللي خطفت منه باول 13 دقيقه، في مباراه الاياب لعبنا بالصف الثاني والثالث وانتصرنا على الفريق الجزيره الاماراتي. يعني كل هذه الاشياء خاصه الربع الاخير، مع انه هناك ضغوطات كبيره، ضغوطات داخل الملعب، مباريات الضغط، مباريات انا اشوف في ضغوطات كذلك خارج الملعب. ضغوطات خارج الملعب شلون؟ واضح انت تعرفه، ما سالت الا تقول انت عارفه. يعني اكيد بكل تاكيد اللي صاير القرارات والضغط اللجان، وكل يوم قرار وكل يوم يصدر تعديل في اللوائح، كل يوم يعني اشياء كثيره صارت في نادي الشباب، لكن في النهايه انا ارى ما يصح الا الصحيح. طيب نتكلم عن ظهور الشباب بالمستوى المميز والجميل في نهايه الموسم. ليش ظهر بهذا المستوى في نهايه الموسم؟ ليش ما كان من بدايه الموسم؟ لا هذه ليش ما ليش، اول شيء كان فيها يعني عدم استقرار فني. اتكلم عن صعيد المدربين، واقعيه وعقلانيه عمار السويح. يعني كان لها يعني شأن كبير جدا في هذا اللي صاير، في هذا الامر الايجابي اللي صاير. المدرب عمار السويح فرق مع الفريق بشكل خلينا نتكلم احنا كاعلاميين شاهدنا في مباراه يظهر بشكل مميز، في مباراه اخرى يعني لا يظهر بنفس تلك المباراه. لا تاخذها 1 2 3، لا خذها بشكل عام. كل الامور يعني تاخذها يعني بشكل معدل. يعني ما اقدر اقول لك في مباراه وتترك مباراه، معدل كله ايجابي لله الحمد. كل امور نشوف ان المباريات ممكن هناك مباراتين او ثلاثه لم يظهر الشباب وخسر بنتيجه يعني نعتبرها مفاجاه، لكن لو اخذتها وتشوف انك حصلت على كاس الذهب، اعتبر عمار السويح نجح باقتدار. عمار السويح انا اعتقد انه ظلم، كان يحتاج الى فريق كبير مثل الشباب،
يدربه ليظهر امكانياته. انا بالنسبه لي انا مو شرط المدرب يكون عيون الزرق وشعرها اصفر عشان ينجح. جماهير تطالب بآسيا. هذا هو الشباب، هذا جمهور الشباب، جمهور الشباب دائما شغوف للبطولات، يحب التحدي. يعني انا اعتقد انه أسوأ قرار لهم انه يقول الدوري خلص او الموسم خلص. جميل. لما دخلت الحافلة المقلة للاعبين الشباب من المطار إلى أرضية الملعب، سألتك ليش اللاعبين ما احتفلوا على الأقل في وقت خلينا نقول طويل. اللاعبين صوروا مع الكاس، صوروا مع بعض الجماهير، بعدين دخلوا لغرفة تبديل ملابس. قلت لي أنت الفرحة ما نبغاها تطول، عندنا مباراة مهمة، مباراة الآسيوية. عشان يطالبون الجمهور فيه، كلبون احنا على قلب واحد، نقول اسيا اسيا ان شاء الله. والاحتفال بكأس الملك ما راح يكون الآن يعني. طبيعي، انا اشوف طبيعي اللي هو الحصول على البطوله طبيعي، ما في اي شيء. وان كان من اصعب الطرق، الا انه يعني حصلنا يعني ظفرنا به، لكن هذا لا يمنع ابد ولا ينسينا انه عندنا استحقاق مهم، استحقاق الاسيوي مهم جدا. لا يمكن التفريط به يعني بحال من الاحوال. وهذا شيء بالنسبه لي الان ضمننا احنا اسيا العام القادم بشكل اساسي كبطل. اضف الى ذلك الى انه الموسم الرياضي انا اشوف انه شبابي الحمد لله يعني ختم بنجاح محليا. باقي الاسيويين ان شاء الله، الاسيويه صعبه مره والله، صعب ما هي سهله ابدا، تختلف. لا احد يقول الاتحاد وين مركزه في محليا. المباريات الاسيويه في المباريات الاسيويه دائما تكون صعبه، واذا كانت مع فريق محلي تكون اصعب دائما، فما بالك مع الاتحاد. طيب في الاتحاد فريق محلي طبعا. ايه انا شو اقول لك، ما بالك في فريق الاتحاد كخبير، نادي خبير، نادي متعود على البطولات الاسيويه. طيب نرجع للمدرب عمار سويح، استمراريته مع الفريق كيف شايفه؟ ما اقدر، هذه امور اداريه يعني ممكن تناقش في الاداره، وحتى الان انا متاكد ان الامور هذه يعني خطا اداري اصلا انك تخوض فيها الان، يعني الان في الوقت الحالي. ممكن اليوم بعد نهايه البطوله ممكن، لكن اتكلم عن قبل ما المفروض ما حد يتكلم فيها. الفريق ماشي، تركيز فقط على كيف نفوز، كيف نحصل على البطوله، كيف نعدي مرحله 16، هذا هو الصح. المباراة النهائية مهم بصراحة أن نتكلم عنها وعن الأجواء اللي حاصلة في ملعب الجوهرة، ملعب استاد الملك عبد الله. بالتأكيد هو ملعب تحفة وملعب نفتخر فيه بشكل كبير جدا. خليني أسألك بما أنك كنت متواجد أنت في الملعب، كيف شفت الملعب؟ والله شوف، هي يعني أنا أحسد أو أغبط أهل جدة على هذه الهدية الجميلة جدا من خادم الحرمين الشريفين، التي تدل على أنه الملك عبد الله يطول بعمره، الله يطول بعمره، يعني مهتم وحريص على فئة الشباب. الملعب كان جوهرة. أنا سألت لاعبين لعبوا مثل فرناندو، لعب في الدوري الفرنسي، لعب مع منتخب البرازيل، يقول لم أرى مثل هذا الملعب أبدا أبدا. هذا الشيء نعتبره شهادة من شخص جرب أغلب الملاعب العالمية. كيف شفت الترتيب والتنظيم داخل أرضية الملعب؟ لا بأس. ليش لا بأس؟ مو مكان مميز يعني؟ لا بأس، إنه في الشباب استلم تقريبا 6000 تذكرة، المفروض يستلم 8000، وكثير من الشباب استلموا التذاكر ما جلسوا في كراسيهم. أنت لو تشوف المدرج الشبابي كان يعني مزيج بين الشبابيين والأهلاويين. كيف الأهلاوي استطاع أن يحصل على تذكرة شبابية؟ جميل. كانت هناك يعني شاهدنا من بعض الجماهير رمت بعض المقذوفات على لاعبي الفريق الشبابي، كيف تعاملتوا معها خلال المباراة؟ هذا يحال إلى لجنة التربية، هو اللي المفروض ينتبه له ويشوف له. واضح قدام الناس وشايفينها بالصور بالفيديو بكل شيء، واضح الرمي اللي صاير. يعني احنا الآن قدامكم يا لجنة الانضباط، حلوها. يعني قرب الجماهير من أرضية الملعب ما كان مناسب؟ هي تحتاج عقلية المشجع الراقي، يعني اللي حاضر في الملعب لابد يكون راقي كثير. يعني شوف، أنا متأكد في جمهور الشباب لم ترمى يعني علبة واحدة. لا تسأل عن البقية، سأل عن الشباب، أنا أجاوب لك. لكن في الفعل هناك في من أماكن متعددة جت المقذوفات أو يعني نسميه قوارير مويه بشكل وبيبسي ومشروبات غازيه، قذفت على الرئيس وقذفت على الاداريين، عرفت، بشكل مكثف. هذا شيء خطأ جدا، وانا اتمنى من لجنه الانضباط تريني حيله يعني نشوفها. اهم شيء ما حد سبب باذى لاحد اللاعبين وحتى لاداره. حسن معاذ ترى جته واحده يعني طيبه والله، بغت تخليه ما يكمل شو اسمها المباراه. يعطيك العافيه. يعافيك. شكرا للاستاذ طارق النوفل مدير المركز الاعلامي في نادي الشباب. اذا المشاهدين الكرام نحن بنحاول ان شاء الله يكون معنا عدد من اداره النادي الشباب المتواجده
يبدو بأن الأمور هنا طبعا أقفلت بالنسبة ما يخص إدارة وحتى الجماهير في الاحتفالية. مثل ما ذكر الأستاذ طارق النوفل بأن الاحتفالية ستؤجل إلى ما بعد المباراة الآسيوية أمام الفريق الاتحادي. بكل تأكيد مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية تغطيتنا الخاصة والاحتفالية الخاصة بالفريق الشباب الذي حقق كأس خادم الحرمين الشريفين. بالتأكيد نبارك لهم هذا تحقيق هذه البطولة المهمة للفريق الشبابي. في الختام تقبلوا تحياتنا فهد المالكي وتحيات زميلي أيضا راشد القعود. بإذن الله نلتقيكم في مناسبات قادمة وإلى اللقاء.